يعني ما المبرر الأساسي لهذا دعني أقول مش الانقسام، هو أكثر من انقسام، هو يعني عمليا إلغاء كليا. هو الخلاف على الصحراء. لا، أنه هل يكفي الخلاف على الصحراء؟ أنا عارف أنه هي قضية سياسية أساسية، لكن هل كان كافيا لدفع كل هذه الأثمان؟ يعني ما الفائدة الأساسية للجزائر من مثل هذا القرار؟ الفائدة هو أن لديك عقول متحجرة، وهذه العقول المتحجرة ترتكب كوارث في حق الأوطان وفي حق البلدان في حق الشعوب. هو بلا ما نبقاو نضحكوا على روسنا، لا مقارنة بين المغرب والجزائر في التاريخ، في بزاف ديال الحوايج، في النظام، في العديد من الأمور، في الشعب، طريقة العيش والوعي ديال الشعب. لا مجال للمقارنة صراحة، ما نبقاوش نكذبوا على راسنا. يمكن غايقولوا شي وحدين كندافع على المغرب لأن مغربي، ولكن الوقائع تثبت كل هذا. لا مجال للمقارنة بين الجزائر والمغرب. المغرب كبير بزاف على الجزائر. نرجع للعقول المتحجرة اللي قال. ما يقدرش يقول ان العقول المتحجرة كاينين عندهم، لان حنا كنعرفون العقول المتحجرة من عندهم. الملك محمد السادس مد لهم يديه كيرفضوها، قال لهم ان هاد لا سيتوياسيون، هاد الحالة اللي حنا فيها ما انا مسؤول عليها، ما الرئيس الحالي مسؤول عليها. وقال لهم نديروا لجنة في خطاب ملكي، نديروا لجنة اختاروها كي بغيتو ونتفاهموا على هاد الامور اللي بيناتنا وما الى ذلك. انا كنتسائل شكون اللي عنده العقل المتحجر هنا؟ ولكن هو ما يقدرش يقول ان الجنرالات ديالهم والنظام ديالهم البائس هو اللي عندهم العقول المتحجرة. نكملوا الحوار وناخذ مقتطف اخر. تعرف انت القضية اللي انا لحد الان مش فاهمها، انه لماذا الجزائر لا تريد للمغرب ان تكون الصحراء تابعة له؟ ايش دخل الجزائر؟ شوف، هو لا هي مناكفة سياسية، هي مناكفة، لكن ما تكفي مناكفة سياسية، لابد انه في مصالح معينة. في مصالح في بعض المرات قدموها على أساس أن كانت وقعت حرب سبتمبر، ما يسمى بحرب الصحراء، في سبتمبر 63 في مصالح اقتصادية إضافة للمصالح الاقتصادية. لا، هما كاين تبرير قدم آنذاك، وهو أنه النظام المغربي يطالب بأجزاء من الجزائر. نتوما كما كتسمعوا الجواب ديالو على أصل المشكل. الضيف قال لي علاش الجزائر ما بغاتش الصحراء تكون مغربية، يعني بمعنى آخر اش دخلكم نتوما الجزائريين؟ المغرب تيقول هذيك الأرض ديالو عنده أوراق، عنده إثباتات ديال التاريخ، شحال من حاجة واحدة أخرى بينها، ومشى لمحكمة العدل الدولية. وضيف إلى ذلك الضيف اللي ما عرفش يقول ليه ولا نسى ولا ما عرفش هادشي، أن الجزائر اش كتعتبر راسها؟ كتعتبر راسها مراقب. هادشي اللي كتبيع للعالم كامل أنها مراقب. كتقول لك أن الخلاف بين المغرب والبوليزاريو هي مراقب. فاش كتشوف هادشي كامل اللي كدير، كيفاش غتفهم أنه مراقب؟ الله أعلم. ما هضرش ليه زيتوت على الموقع الاستراتيجي، وما هضر المنافع الاقتصادية تقالها ليه الضيف الآخر، عاد هضر عليها. هو لصق في حرب الرمال ديال 63، يعني بحال إلا هذاك الشيء اللي وقع في حرب الرمال، ديك حقرونا المراركة اللي معروفة، زعما راه كيردوا لينا بالصحراء ودايرين لنا العصا في الرويضة، ما نزيدوش للقدام. هذه هي الفكرة ديال زيتوت. ولكن سمعوا شنو غيقول ليه واحد الضيف واحد اخر على المحيط الاطلسي. نتابعوا. اللي تعرف أو أحيانا يطلقون عليها الصحراء الشرقية، تندوف وبشار. أيوة. وأجزاء أخرى. ووقعت حرب سميت بحرب الصحراء في سبتمبر 63. خلاف على الحدود، والحقيقة الخلافات على الحدود هذه ليست شيء جديد في كل العالم العربي، في كل العالم العربي، بل في كل العالم. في كل العالم، في أمريكا الشمالية، صحيح. في أمريكا الجنوبية مثلا، في إفريقيا، في مشاكل حدودية. لكن حلت هذه القضايا واعترف المغرب بحدود الجزائر، وكانت هناك اتفاقيات في نهاية الستينات وبداية السبعينات بين الحسن الثاني وهواري بومدين،
وهم اللي كانوا جزء رئيسي في حرب 63 وحلت. لكن جاءت قضية الصحراء فيما بعد وقع عليها خلاف شديد، وهذا الخلاف تطور إلى قطع العلاقات في 75 وإلى تبادل الطرد، وإن كان الحقيقة المغاربة اللي طردوا من الجزائر كان عددهم أكبر، لكن طرد أيضا بعض الجزائريين أو هل يعني يطمح النظام في الجزائر أن يكون له موطئ قدم على المحيط الأطلسي؟ هو هذا من بين التبريرات النفعية أحيانا، لكن أنا في اعتقادي هذا ليس صحيح، يعني أو على الأقل ليس هو الإشكال الصحيح. الإشكال الرئيسي هو أن فيما بعد تفطنوا، يعني شادي بن جديد رحمه الله لما جاء تولى في 79 كان شغله الشاغل حل هذه القضية، وبالفعل وصل في 88. أنتم كما كتشوف كيهرب من الأسباب اللي كتخلي الجزائر دير هذا المشكل المغرب وتبقى مستمرة وصرفت عليه ملايير باش تعيش شعبها، تردو بحال الإمارات وبحال السعودية. تقول لي هضر لي على المحيط الأطلسي، واش الجزائر باغا تدوز المحيط الأطلسي؟ لا، ربما هذا من ضمن أهداف نفعية، ولكن ماشي بالنسبة لزيتون بطبيعة الحال، ولكن ماشي هو الهدف. هادشي راه من الأهداف الرئيسية ويعرفها القاصي والداني، أن الجزائر هادشي اللي كدير عندها أهداف اقتصادية، أهداف توسعية، باغا تقزم المغرب باش يصغر، باش هي تستحوذ على المنطقة وتكون هي القوة الإقليمية. هادشي كامل سي زيتوت ما باغيش يقولوا هادشي. باش قلت لكم في أول الحلقة تفكيرهم واحد، كان معارض ما كانش معارض. بعد أنا هادشي اللي كنشوف في هاد السيد هذا، وهذا السيد اللي يعني اللي بقى فيها واحد النهار سمعت واحد الإخواني مغربي بدون يعني ذكر الأسماء كيوصف العربي زيتوت بالرجل الشريف. صراحة أنا كنت سمعته أنا جاب لي الضحك والله العظيم. كيتهرب يعني من الاعتراف أن الجزائر الهدف ديالها أنها تقزم المغرب، تدي ليه أرضه، دوز المحيط الأطلسي. هادشي كامل كيتهرب منه. مشى للنقطة ديال حرب الرمال. نكملوا الحوار باش ما نطولش عليكم. الإشكال أن ما بين الجزائريين والمغاربة مؤاخاة. يعني الإخوة في المغرب دعموا الثورة الجزائرية دعما كبيرا، الإخوة في تونس، الإخوة في ليبيا دعم الثورة الجزائرية دعم كبير. مئات الآلاف اللي هم مغاربة اليوم هم أصولهم جزائرية، مئات الآلاف اللي هم مغاربة هم أصولهم اللي هم جزائريين هم أصولهم مغربية. أكثر من ذلك، أنت ذكرت الأوروبيين، ربما الحقيقة أن الدور الأقذر في الخصومة هو إماراتي إسرائيلي. هو إماراتي إسرائيلي، وهناك ذباب إماراتي، وأنا من المتابعة الشديدة لهذا الموضوع بدأت نعرف الآن تصنيفات ذباب إماراتي وإسرائيلي، والإسرائيليون يحرضون على الخصومة. طبعا جاء غانتس كان يومها وزير الدفاع، هذا الذي كان في مجلس الحرب قبل 3 سنوات عندما وقع التطبيع من الحدود المغربية وقريب من الحدود الجزائرية، وقال وتوجه بكلام سيء للنظام في الجزائر. قبل ذلك قائد الجيش اليوم السكرتير الخاص للقايد صالح يتهمه بأنه كان يشرف على تهريب المخدرات من المغرب، الحشيش. قائد الجيش اليوم في 2016 هاجم المغرب وقال العدو المغربي، وهذا لم يكن يعني هدر يعني بكل أمانة على الدعم المغربي للجزائريين إبان الاستعمار. ولو أن عندي آراء أخرى أنا في الدعم وفي استعمار الجزائر وما إلى ذلك، إن شاء الله نديروا شي حلقة على هذا الشيء هذا ديال الاستعمار الجزائر، لأن الفكرة بين قوسين باش نكملوا الحوار أن الأرض كانت أرض فرنسية. أنا ما نعرفش علاش غنهضر على استعمار، حنا كنا مستعمرين، كنا تحت الحماية، ولكن ديك الأرض كانت فرنسية، تبايعوا وتشراو مع العثمانيين اللي كانوا مالكين ديك الأرض. يعني صعب يعني نهضروا على استعمار ديال الجزائر، هذا موضوع آخر. يعني هضر كما قلنا على الدعم ديال المغاربة للجزائر إبان الاستعمار،
ولكن كيلوح المشكل باش يبعدوا يعني على الأصل ديالو، كيردوا لإسرائيل والإمارات، حيت هضر في الحوار، يعني في مقاطع ما دوزتهاش، هضر على التطبيع، هضر على بزاف ديال الحوايج. ما عمر إسرائيل وإمارات خلقوا المشكل ديال الصحراء. اللي خلق المشكل ديال الصحراء ودار العصافر الرويضة المغرب، القذافي وهو بومدين. هادو هما الجوج اللي خلقوا المشكل المغرب، لدرجة أنهم كانوا كيتآمروا على الحسن الثاني الله يرحمه باش يقتلوه. هذه أشياء معروفة. بالرغم من هذا، القذافي كان صيفط شي مبعوث للحسن الثاني، قال الملك الحسن الثاني الله يرحمه، قالها واش في ذاكرة ملك ولا في التحدي، كان باغي يجي القذافي يشارك في المسيرة الخضراء. بالرغم من هذا، يعني رغم العداء ديالو للملوك، لأنه هو بطبيعة الحال كما تعلمون هو اللي قاد الانقلاب على دريس السنوسي، الملك اللي كان في ليبيا آنذاك، اللي كان في ليبيا قبل بطبيعة الحال هذا المشكل ديال الصحراء وما إلى ذلك. كما قلنا أن زيتون كيلوح المشكل الإمارات، الذباب الإماراتي إسرائيلي. إسرائيل والإمارات ما عندهمش دخل في هذا المشكل. ممكن يكونوا استغلوا، هذه هي السياسة وهذه هي هكا غادي العالم. إلا كان شي مشكل عند شي واحد كنستغلوا باش نقضي مصالح ديالي، هذه معروفة. ولكن ماشي هما اللي خلقوا المشكل، يعني ما عندناش لاش نخلقوا واحد الخط واحد آخر بعيد على الأصل ديال المشكل. المشكل كاين في الحكام ديال الجزائر، واللي ما قال شي حوايج بطبيعة الحال واقعيين كاين في الحوار، ولكن اللي ما قالش أن الأهداف التوسعية ديال الجزائر اللي باغا تقزم المغرب وتسيطر على المنطقة كقوة إقليمية، وأن الدبلوماسية ديالهم، ولا يعني بين قوسين التربية ديال الجنرال ديالهم، ما عرفتش غنوصفوها صراحة، ديال التصرفات ديالهم، واش صبيانية، واش تصرفات الرعاع، ما نعرف. صعيب انك تلقى وصف لهاد الناس هادو صراحة ديال الله. ولحسن الحظ ديالهم، وانا صراحة نقولها لحسن الحظ ديالهم، انهم جاء فيهم جار غربي اللي هو المملكة المغربية يسيره ويحكمه الملوك. وصراحة الحسن الثاني صبر على هاد التهجمات ديال الجزائر الله يرحمه. الآن الملك محمد السادس صابر على هاد البسالة ديالهم، وغادي ان شاء الله تحل المشكل بالتي هي احسن. والمشكل ان شاء الله راه في الطريق الى الحل، بالرغم من انف الجزائر. بغات الجزائر ولا كرهت، المشكل ان شاء الله غيتحل. والمغرب في الارض ديالو، شاء من شاء وابى من ابى. نحن في ارضنا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. كنشكركم بزاف، الى فيديو لاحق ان شاء الله.